السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حلقة جديدة وأولى حلقاتنا بالمسمى الجديد لبرنامج قهوة ميدو. أتمنى من أصحابي وحبايبي إن هم يدعموني بلايك وشير. أنا ببدأ من جديد، كورة بنبض الشارع، إحنا ناس شعبيين جدا. قهوة أم كلثوم في العاشر من رمضان ده مش إعلان، إحنا بنتكلم بلغة الشارع من وجهة نظرنا، لازم صوتنا يوصل لأي حد. لغة الشارع مهمة جدا، الكورة للجمهور. نبدأ أخبارنا بأخبار منتخب مصر واستعداداته لكأس العالم. الناس بتتكلم كتير إن ماتش مصر والبرازيل مقياس لأدائنا في كأس العالم. لأ، إحنا بنتعلم الأخطاء من المباريات الودية، بنطلع أخطائنا من المباريات الودية. إحنا محترفين قليلين جدا، معدودين على صوابع الإيد، من أقل المنتخبات الموجودة في كأس العالم عندها محترفين. فكان لازم نحتك بقلب جامد مع منتخب زي منتخب البرازيل ونعرف ايه نقط الضعف والقوة في منتخبنا. انا بتمنى ان احنا نصعد تاني. توقعاتي الشخصية ان منتخب ايران هو الحصان الاسود في المجموعة بتاعتنا. توقعات الناس وتوقعات الشارع زي كل مرة، واتمنى ما اسمعش الكلام ده تاني. بيقولوا احنا هنتعادل مع بلجيكا، نكسب ايران، نكسب الماتش الثالث. الكلام دوت مش على ارض الواقع. منتخب بلجيكا المباريات الودية اثبتت ان هو منتخب من المرشحين للبطولة ومن اعلى الفرق قيمة تسويقية في البطولة. منتخب قوي جدا. منتخب ايران منتخب متمرس في كاس العالم وداخل بدوافع، لان البطوله مع الاحداث السياسيه الموجوده وفي امريكا مدياهم باور 200%. فمن اصعب المباريات اللي احنا هنقابلها في البطوله، ومن وجهه نظري اصعب من مباراه بلجيكا، هي مباراه المنتخب الايراني. من وجهه نظري امام عاشور لازم يبدا اساسي في منتخب مصر من البطوله، من البدايه، من مباراه بلجيكا. آه، احنا دفاعيا من وجهه نظري حلوين دفاعيا، مش كويسين، مش احسن حاجه هجوميا. طول عمر منتخب مصر لو نفتكر وهنرجع لورا كده هوت، نقاط القوه بتاعتنا ما كانتش بتبقى على الطرفين اللي احنا بنتكلم في صلاح، تريزيجيه، مرموش، هيثم حسن اللي هيبقى ان شاء الله مستقبل مصر في المكان دوت من ناحيه اليمين، هيبقى بديل محمد صلاح. طول عمر قوتنا بتبقى في منتصف الملعب. لو نرجع بالزمن كده في كاس القارات، مباراه البرازيل، مباراه ايطاليا، احنا قوتنا كلها في المنتصف. لو نفتكر ونرجع كده لورا شويه، ابو تريكه، محمد شوقي، محمد بركات، حسام غالي، قوتنا كانت في وسط الملعب قوه ضربه. الاطراف بالنسبه لنا ما كانتش احسن حاجه، فضلنا نقول صلاح صلاح صلاح. احنا بصلاح، من غير صلاح قوتنا من منتصف الملعب، متعودين على كده. فاتمنى من كابتن حسام يبدا بتشكيله متوازنه، ما يبقاش ثلاث ستات في وسط الملعب. انا بحس ان حمدي فتحي، بحس ان مهند لاشين، بحس ان مروان عطيه، اخرهم 6 و8. ده اقصى حاجه. استلم، باصي باصي باصي. مش دي الكوره دلوقتي. لعيبه منتصف الملعب زي ما قلنا، محمد شوقي في هدفه في مباراه البرازيل اللي رجعنا للمباراه بقوه، لعيب في منتصف الملعب. محمد ابو تريكه لعيب في منتصف الملعب. كل لعيبه منتخب مصر اللي كانت متواجده في الوقت دوت في منتصف الملعب كان عندهم النزعه الهجوميه. طبعا ما كانش ما ننساش ان كان عندنا طرفين ولا في الخيال. كان عندنا سيد معوض، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، ناحيه اليمين محمد بركات، اسلام الشاطر، محمد عبد الله. كنا حتى الاطراف اللي في تحت صلاح وتحت المفروض تريزيجيه او مرموش كانت قويه جدا دفاعيا وهجوميا. فاتمنى من كابتن حسام يبدا بتشكيله مصطفى شوبير. اتمنى بقى يلعب على قصه الانسجام، امام عاشور، اللهم صل على النبي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم. اتمنى انه يبدا بكريم حافظ، لان الجنب دوت لازم يكون في دفاع قوي جدا. فتوح لسه ما رجعش لمستواه، اتمنى
ان هو يبدا بكريم حافظ. ناحيه اليمين لا بديل عن محمد هاني. محمد هاني رجل المباراه الكبيره، محمد هاني بيظهر في المواقف الصعبه. معدنه حلو جدا، بيموت على التيشيرت، بيموت على منتخب مصر. ما كانش احسن حاجه في في مباراه البرازيل. اتمنى ان هو يرجع محمد هاني اللي احنا نعرفه. اتمنى بقى في وسط الملعب يبدا بمروان عطيه ومهند لاشين، مش حمدي فتحي، وقدامهم امام عاشور. محمد صلاح لا بديل عن اليمين. راس الحربه الصريح من وجهه نظري مش مرموش، هو زيكو. اثبت لعيب جريء، ماشيه معاه. لو نرجع لكده للكابتن حسن شحاته وجده، ماشيه معاه بلغه الكره زي ما بيقولوا. اللعيب اللي ماشيه معاه ما تخرجوش من الملعب. اتمنى ان انت تسيب ورقه رابحه على الدكه. اتمنى انك تبدا المباراه بمرموش ناحيه الشمال، مش تريزيجيه. يبقى عندي تريزيجيه ورقه رابحه. لازم الدكه يبقى فيها بدايل رابحه بقوه اللي في الملعب. بتظلم مرموش براس الحربه من وجهه نظري. عندي حمزه عبد الكريم، عندي زيكو. لو انا اضطريت وهطلع زيكو من الملعب، حمزه عبد الكريم ما ينزلش لوحده. حمزه عبد الكريم ينزل معاه زيزو. انا بغير طريقه اللعب بنزول حمزه عبد الكريم. حمزه عبد الكريم طويل، بيجيد العاب الهوا بقوه، كره بتطلع من راسه طلقه. فلازم يبقى عندي اللي يديله اللي هو عايزه، اللي هي الاوفرات. حمزه عبد الكريم ينزل مع احمد سيد زيزو، اوفراته كويسه دقيقه. سدد تسديده في الماتش اللي فات برجله الشمال ار2، كانت بعيده شويه بس كان شكلها حلو. اتمنى ان حمزه عبد الكريم يكون ليه دور. احنا ما بنلعبش على الاوفرات، في وجود حمزه عبد الكريم هنلعب على الاوفرات. احمد سيد زيزو رجله حلوه قوي في الاوفرات، طول عمره لعيب اسيستات. محمد هاني ناحيه الشمال فتوح لعب، ربنا يوفقه. كريم حافظ مهامه الدفاعيه اقوى من فتوح في المهام الدفاعيه. اي نعم اقل في المهام الهجوميه، بس احنا في المباريات الكبيره لازم يبقى عندنا التوازن. بتمنى التوفيق لمنتخب مصر، ان شاء الله يأدي بطوله حلوه. اضعف الايمان هصعد ثالث مجموعه ان شاء الله. اتمنى ان انا اتعادل مع بلجيكا، اتمنى ان انا اتعادل او اكسب ايران. ايران قويه جدا، الحصان الاسود في المجموعه مش منتخب مصر. ايران دوافعها عاليه جدا. اتمنى ان انا اتعادل مع منتخب بلجيكا. اضعف الايمان هتعادل مع منتخب ايران، اكسب المباراه الثالثه، اصعد تاني او ثالث مجموعه. مجموعه متوازنه، احنا ان شاء الله هنصعد من المجموعه. نرجع تاني، الفايز بكاس العالم هياخد 50 مليون دولار، مبلغ كبير جدا. الفيفا علق الجوائز، عمل للانديه 5000 دولار على كل لاعب بيشارك في كاس العالم من قبل البطوله ب 14 يوم. اي لعيب في اي فرقه النادي بتاعه بياخد 5000 دولار. النادي الاهلي بالمناسبه مشارك منه 9 لعيبه، 8 مع منتخب مصر، وبالعمري مع منتخب بلده 9 لعيبه. الاهلي اقل حاجه لو خرجنا من الدور الاول اجمالي تقريبا مليون 350 مليون 450 الف دولار هياخدهم لو احنا خرجنا من الدور الاول. الفلوس بتتحسب يومين بعد البطوله كمان، مع اخر مباراه بعد خروجك ليك يومين كمان بتحسب فيهم ال 5000 دولار على التسع لعيبه للنادي الاهلي. نادي الزمالك 3 لعيبه مشاركين، مفيش محترفين مشاركين في كاس العالم. 3 لعيبه على كل لعيب برضو 5000 دولار. اخبار الساعه المتداوله وخبر الساعه، الحسين عموته مديرا فنيا للنادي الاهلي. العقود هتتمضي غدا الاربعاء ان شاء الله. تقريبا الحسين عموته جاي ب5 مساعدين فيهم مدرب حراس مرمى اجنبي. الاخبار المتداوله ان هيبقى في فرد واحد بس مغربي وبقيه المساعدين من اوروبا. الحسين عموته شخصيه قويه جدا، تقريبا من 10 ل 11 بطوله حققهم. قاد منتخب المحليين، قاد المنتخب الثاني للمغرب، الوداد المغربي، الفتح الرباطي، صعد بيهم، واخد بيهم السوبر، واخد بيهم كونفدراليه، دوري ابطال مع الوداد. مدرب شخصيه قويه جدا. بس احنا كنا لازم نرجع لنقطه،
مش معنى ان حسين عموته محقق من 10 ل 11 بطوله يبقى هو المناسب للنادي الاهلي. النادي الاهلي لعبها لعبه حسام البدري رقم 2 على قد الايد، شرط جزائي 3 شهور. الاهلي اتلسع من قصه الشرط الجزائي ديت مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا. كنا بندير الموضوع دوت بطريقه سيئه جدا. حسين عموته اخر نادي كان بيدربه، وكان لازم النادي الاهلي يدقق في الاحصائيات دي جامد جدا. حسين عموته مع الجزيره الاماراتي لعب 37 مباراه في مختلف المباريات، خلالها 16 انتصار من ال 37 مباراه مقابل 7 تعادلات 14 هزيمه. ودي ممكن تعكس عدم الاستقرار الفني ليه وللفرقه خلال الموسم. ارقامه الهجوميه عاليه بالنسبه ل 37 مباراه في مختلف البطولات، محقق 66 هدف. ده هجوميا معقول جدا في 37 مباراه، والجزيره الاماراتي مش اعلى حاجه زي ما احنا بنقول، بس استقبلت شباكه 57 هدف. ارقام من وجهه نظري فيها تذبذب دفاعي قوي جدا. حسين عموته اظن انه بيلعب 4-2-3-1، 4-2-2 بمشتقاتها. مهامه الدفاعيه هو بيحب يدافع، بيحب يطير الاطراف، الجنبين بيحب المهام الدفاعيه بتاعتهم تبقى عاليه جدا. يعني ولنفترض ناحيه اليمين حسين الشحات، طاهر، تريزيجيه، هو بيدقق وبيشدد على مهامهم الدفاعيه. الاهلي ما بيلعبش على الهجمه المرتده، هو ما بيفرقش معاه قصه الفريق ان انت اقوى فريق مثلا في القاره، لا انا ممكن اسيب الكوره للخصم وبهجمه واحده اخلص. بس ارقامه الدفاعيه سيئه جدا مع الجزيره الاماراتي. 57 هدف ده كتير جدا. شخصيته قويه، مدرب شخصيته قويه. نقول حسام البدري رقم 2 زي ما انا قلت. حسين عموته النهارده هيمضي العقود، تفاصيل بسيطه، شرط جزائي 3 شهور. مش عايز اتكلم في الماديات دي، مش بتاعتنا، بس الحسين عموته ما بيتعداش ال 120 130 الف دولار، وهو والجهاز بتاعه المعاون. مبلغ مقارنه بتروب اللي محدش كان يعرفه 220 230 الف دولار، مبلغ قليل جدا بياخدهم دلوقتي اي مدرب لسه بيبدا كوره. حسين عموته ابدى مرونه جامده جدا ان هو عايز يدرب النادي الاهلي. شروط هينه جدا. طبعا هو كان في امنياته يدرب نادي بحجم النادي الاهلي، نادي القرن الافريقي، اكتر نادي حصل على بطولات في افريقيا. بس هيشارك مع النادي الاهلي في بطوله الكونفدراليه. في بطوله الكونفدراليه السنه دي، مش دوري الابطال. بنسعى ان شاء الله ان النادي الاهلي يعمل موسم كويس. في انتدابات كتير جدا. مشكله النادي الاهلي دلوقتي في مين هيبقى مدرب مع حسين عموته. الطرف المصري لسه مش لاقيين. محمد شوقي بقى مدير فني، سامي قمصان بقى مدير فني، والقصه كلها ان اللي هيجي في النادي الاهلي مع حسين عموته مش هيبقى المدرب رقم 2، مش هيبقى المدرب العام، لا ده هيبقى 3 و4 لحسين عموته جاي بالتيم كامل معاه. صفقات الاهلي مش هنتكلم كتير، كلها اجتهادات. الاهلي عاوز مهاجم. اسد الحملاوي رجع للصوره بقوه جدا، بيقولوا خليفه وسام ابو علي. الميزه الوحيده من وجهه نظري ان هو هيتأيد لعيب مصري، يعني الاهلي يقدر يجيب مهاجم اجنبي. انا مش عايز الاهلي في وجود الحملاوي يجيب مهاجم، انا عايز الاهلي يجيب مدافع اجنبي زي بدر بنون. بدر بنون من المدافعين الراسيين جدا اللي بيعرفوا بيطلعوا بالكوره، كان بيفكرني بعماد النحاس. انا عايز الاهلي يجيب مدافع اجنبي، لازم الاهلي يدعم خط دفاعه بمدافع اجنبي. جبنا الجزار، جبنا خط الدفاع فيه مشكله كبيره في النادي الاهلي. اتمنى عوده محمد عبد الله واستمراره. ما عندناش طرف يمين بيلعب برجله الشمال من ايام انا بسميه خلينا نقول الحاوي وليد سليمان. ما عندناش حد بالقوه ديت.
الجنب دوت انا بحب اللعيب الاشول. 90% في العالم بيلعب في الحته ديت بلعيب اشول، بيضم لجوه، بيرفع عرضيه ناحيه الجون، بيشوط بقوه. محمد عبد الله فيه المميزات ديت، ابن من ابناء النادي الاهلي على قد الايد. جبنا كاموش قعدناه على الدكه بفلوس بس. طبعا احنا مش عايزين نراجع الاخطاء تاني، الاهلي بيعيد تنظيم اموره مره اخرى. حسين الشحات معضله في التجديد. حسين قال انا سبت كتير عشان اجي النادي الاهلي. حسين دلوقتي مش على ذمه النادي الاهلي. حسين الشحات لعيب فري، لعيب فري. حسين الشحات هيجدد سنتين، هو عاوز يجدد سنتين. الامور الماديه لسه ما استقروش. الاهلي تقريبا اقصى حاجه وصلها مع حسين الشحات باللي هم زي ما بيقولوا كده بالحبشتكنات 35 مليون في الموسم. حسين الشحات قال لابراهيم فايق عنده عرض اضعاف المبلغ دوت تقريبا. حسين الشحات بيتكلم في 5 اضعاف المبلغ ده في الخليج. حسين انت اشتريت الاهلي، الاهلي اشتراك، انت اغلى لعيب في تاريخ النادي الاهلي اتدفع فيه تقريبا في وقتها يا حسين 5 مليون او 5 وكسور مليون دولار. زي ما انت اشتريت الاهلي، الاهلي اشتراك. اللعيبه بتكبر في السن، الكرف بينزل، عدد الدقائق بتنزل، الماديات بتنزل. ده شيء طبيعي. لعيبتنا هنا في مصر بيقول لك انا ببطل كوره عاوز اقصى حاجه. وانت 25 26 27 سنه بتاخد 30 40 مليون، عاوز تاخد 70 و80 لما بتكسر ال 30. الكلام ده على ارض الواقع مش موجود. النادي الاهلي بيحاول مع حسين الشحات يقرب الامور. حسين الشحات الاهلي اخر عرضه عليه تقريبا من 33 ل 35 مليون في الموسم مقابل موسمين. الاهلي مشدد في قصه ان البطوله ليها ثمنها. انا النهارده مش هكتب عقد، انا هديك اللي انت عايزه، بس هنسميها هقسم العقد زي قصه الحافز بالظبط. هتجيب لي الدوري هتاخد كذا، هتجيب لي افريقيا هتاخد كذا، هتجيب لي الكاس هتاخد كذا. الاهلي عقوده الجديده كلها. الزملكاويه والشارع قالوا الاهلي فريق المليار، وانا من وجهه نظري سيبك من قصه ان الزمالك عمل اعلى قيمه تسويقيه، هو اللي صرف اكتر، كلها لعيبه ما لعبتش، كلها قواضي. ربنا يكون في عون الزمالك والزملكاويه. ايوه انا فريق المليار، انا فريق بطوله السوبر المصري. خرجت من دوري الابطال، خرجت من كاس مصر، كاس الرابطه، طلعت بموسم في وجهه نظري موسم صفري. بطوله السوبر المصري مش هي دي الاهلاويه عايزينها. الاهلي نمبر 1 الدوري، بطوله افريقيا، مشاركه في كاس العالم. احنا احتماليات عدم وجودنا في كاس العالم بتعلى. احنا قدامنا فرصه وحيده، احنا مش هنلعب دوري الابطال السنه دي. نيجي لقصه كوكا. كوكا عايز 50 مليون جنيه في الموسم، ومن وجهة نظري ده كتير جدا، ومش هو اللاعب اللي هدفع فيه المبلغ ده. 50 مليون كتير جدا، الاهلي ما يدفعش المبلغ دوت. روح يا ابني هات عرض من كرواتيا، بيقول عندي عرض من كرواتيا، مش عارف نادي ايه في كرواتيا. هنبدا نسمع اليومين دولت عندنا عرض من بنجلاديش، عندنا عرض من كرواتيا، عندنا عرض من الهند. روح يا حبيبي الله يسهل لك، روح كرواتيا. آه انا مش هفضل ان قصه ان كوكا وبزيرا، كوكا وبزيرا، لا كوكا حط بزيرا، فانا ما بلعبش الزمالك في بطوله افريقيا وفي الدوري، ما بلعبش الزمالك كل يوم. مش قصه لعيب ماتش، اللعيب استمراريه، لعيب حلو، لعيب مجتهد، لعيب قوي، وي مش هو اللعيب نمبر 1. انا ما اعتمدش عليه كباك شمال، ما كنتش جبت يوسف بالعبري لو اعتمدت عليه كباك شمال. فانا من وجهه نظري اوقف مهزله اوضه اللبس. كابتن وائل جمعه عنده المقدره والقوه والخبره ان هو يعيد تنظيم اوضه اللبس. طبعا في اقاويل بتقول ان الاهلي بيحاول تخفيض عقود زي لاعب زي احمد سيد زيزو، زي امام عاشور. اظن من وجهه نظري ان ده ما بيحصلش في الكوره. العقد شريعه المتعاقدين حتى لو بالود. اللعيبه عايزه اكتر، ما فيش لعيب هقدر اقص منه واخد منه. الاهلي خلال 24 ساعه هيعلن كل حاجه في قصه المدير الفني. اتمنى التوفيق لعموته. انا من وجهه نظري هو حسام بدري رقم 2، مدرب قوي، عمل بطوله حلوه مع منتخب الاردن، عمل مباريات حلوه مع الوداد.
ربنا يوفقه ويوفق النادي الاهلي في اللي جاي. نخش على اخبار نادي الزمالك. على فكره انا بتكلم بعشوائيه، انا مش جايب قدامي غير اخبار الحسين عموته. انا قلت احنا برنامجنا بلغه الشارع، مش بيتحضر له. انا مش بجمع اخبار، مش بلم اخبار، انا بتكلم واحد عادي. انا قلت في الاول وفي الاخر انا اهوجي وبحب الكوره. اخبار نادي الزمالك والايقافات وقصه صلاح مصدق والعقوبه التاديبيه اللي الناس عماله تتكلم. صلاح مصدق عقوبه تاديبيه، صلاح مصدق ايقاف القيد وامر نهائي. القصه كلها مش قصه صلاح مصدق. كانت قضيه صلاح مصدق بيتحكم فيها في الاتحاد والفيفا في وقت الزمالك كان في نفس الشهر عنده كميه ايقافات كبيره جدا، فصادفت وجود قضيه صلاح مصدق واتحكم لصالح اللاعب. العقوبه التاديبيه ما جاتش بسبب صلاح مصدق، العقوبه التاديبيه جت على الزمالك بسبب تراكم المديونيات للعيبه والاواضي وايقافات القيد. صلاح مصدق جه بالصدفه، ولنفترض كان بدل صلاح مصدق اي لاعب تاني كان هيتم برضه العقوبه التاديبيه. بيقولوا صلاح مصدق القصه كلها في 33 دولار. انا من وجهه نظري برضه القصه دي مغلوطه. خليني بلغه الشارع، صلاح مصدق صلاح مصدق مرتب السنه بتاعه بيتقسم على 4 تربع، كل 3 شهور ربع. يعني صلاح مصدق ما بيقبضش بالشهر. اتقال ان احنا حطينا راتب صلاح مصدق، حطينا شهر وكسر من راتبه عشان ما يقدرش يشتكي للفيفا ويقول انا بقالي شهرين ما بقبضش. قصه صلاح مصدق ان اتحط في رصيده الربع السنوي ناقص اساسا. صلاح مصدق حتى هم بيقولوا 33,000 دولار عشان كان يبقى شهرين، لا او يبقى شهر. انا من وجهه نظري ما فيش الكلام دوت. صلاح مصدق اتحط الربع السنوي ناقص مش راتبه. صلاح مصدق حتى لو اتحط الربع السنوي ناقص 1000 دولار وكان عدى شهرين كان هيقدر يفسخ التعاقد برضه حتى لو كان ناقص 1000 دولار من الربع السنوي. صلاح مصدق 4 تربع بيقبض 4 مرات في السنة كل 3 شهور. لازم راتبه يكون الربع السنوي كامل، ما يبقاش ناقص. صلاح مش بيقبض بالشهر، يعني انا هديله يعني ولنفترض من 1 ل3 يبقى انا هديله شهرين وبقي شهر واقول كده انا اديت له 1 و2. صلاح مصدق بيقبض الراتب بتاعه العقد بتاعه بنط عقده 4 تربع في السنه. زي قصص الشقق دلوقتي، انا باخد شقه من الحكومه بدفع ربع سنوي كل 3 شهور، الحكومه مش هترضى تاخد مني المبلغ ناقص، مش هيسمع. هيبقى انا كده اخليت ببنود التعاقد. فالعقوبه التاديبيه بتاعه الزمالك مش بسبب صلاح مصدق. صلاح مصدق فسخ عقده لانه ما خدش الراتب الربع السنوي بتاعه كامل. ادي نمبر 1. نمبر 2، العقوبه التاديبيه جت بسبب تراكم القضايا على نادي الزمالك. انا مش عارف صراحه الزمالك هيعمل ايه. الايقافات كتير، المشاكل كتير. العقوبه اللي احنا هنسميها عقوبه صلاح مصدق من وجهه نظري ملهاش حل. حتى لو سوى مع صلاح مصدق هياخد فلوسه. هم بيتكلموا صلاح مصدق عايز الفلوس على قسطين 50% و50%، بيتكلم في 800,000 دولار كاملين. بيتكلم 50 و50 بعد شهرين. الزمالك عايز يجزأ حتى لو حل مشكله صلاح مصدق في قصص كتير. نيجي لقصه حلول القواضي بتاعه الزمالك. الزمالك بيفكر في بزيرة جاي له عرض من الخليج ب5 مليون دولار. عدي الدباغ جاي له عرض ب3 مليون دولار. وقفوا التفكير في حسام عبد المجيد، بيفكروا في الانجولي اللي في الباب الشمال شوكوبانزا جاي له عرض ما يتخطاش ال2 مليون. فاحنا بنتكلم في 5 مليون دولار بزيرة، بنتكلم في عدي الدباغ
كده 8 مليون دولار، بنتكلم في تقريبا 10 مليون دولار يحلوا قصه الزمالك. وبعدين هيكون الله اعلم. الزمالك 70% من قوته الهجوميه بتمثل في بيزيرا. عدي الدباغ 10%. شيكو بانزا انا في وجهه نظري ان هو لعيب بيجري ما بيقفش لغايه ما بيلبس في الحيطه، فانا مش مقتنع بيه اساسا. هو لعيب بيقلع الشورت وبيرقص، ده اكتر حاجه احنا نعرفها عن شيكو بانزا. وارقامه بتدل برضه هو مش احسن ارقام، هو بيجري ما بيقفش، ما بيعرفش يقف. فاتمنى حلول سريعه لنادي الزمالك. عادي كل نادي ليه كبواته. الكابتن احمد سليمان طالع بيقول دي الضريبه. لا، دي مش الضريبه، دي اخطاء، دي ضريبه الفوز بالدوري. لا، دي اخطاء اداريه كانت واضحه، اخطاء تعاقديه. جمهور الزمالك نمبر 1 السبب في الفوز بالدوري، ماليش علاقه بالاهلي خالص كاهلاوي. جمهور الزمالك نمبر 1 هو اللي ساعد فوز الزمالك بالدوري. الحلول مش كتيره بعد ما يخلص الكلام دوت. ايقاف قيد هيعتمد على الناشئين. الزمالك داخل بطوله افريقيه، المفروض الناس بتدعم، مش هيعرف. هيحاول، مش اكتر من كده. هيطلع من الناشئين. ما انا في وجهه نظري ما فيش حلول. ما فيش رجل اعمال يقدر يبدا يدفع ال 10 مليون ونعيد الاخطاء اخطاء اخطاء، وقصه 100 عقبه والنادي والاوقاف وسحب الارض. عواضي كتيره، ربنا يكون في عونهم. من وجهه نظري حسين لبيب لازم يكمل لغايه ما يشوف حلول للقصص اللي هو فيها. ان شاء الله حلقه كل يوم ان شاء الله بلغه الشارع. انا راجل قهوجي، عندي قهوه زي ما قلت في الشارع، قهوه ام كلثوم. انا بتكلم بلغه الشارع، بتكلم بعفويه. ما عنديش حسابات كتير. انا بحب الكوره، بتكلم بلغتي الطبيعيه. مش برتب شويه اخبار هجيبها من هنا ومن هنا. هحلل تحليل قلنا بلغه القهوه. هنصور من القهوه وهنصور بالشيشه وهنصور بكل حاجه. اتمنى من اصحابي وحبايبي ان هم يدعموني. لايك وشير وصلي على سيدك النبي. السلام عليكم.